عندك كلمة عن قضية فلسطين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا فضل لأي إنسان في التضامن مع فلسطين، لأننا ما راناش مختارين، ماشي كيما نحبوا حنايا. فلسطين عقيدة، فلسطين عقيدة، أولى القبلتين ومسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قضية عادلة، قضية عادلة. الشعب استعمر وطرد من بلده، 7 ملايين فلسطين طردوه من بلدهم واحتلوا الأرض ويريدون احتلال الأقصى، ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، ويقصفون المساجد ويقصفون المستشفيات. الشعب الجزائري لا يمكن أن يسكت، هذه قضية لا يمكن. احنا معروفين الشعب الجزائري ما نحبوش الحقرة، في أبسط حاجة ما نحبوش الحقرة. كيف كي تكون قضية عادلة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بفلسطين؟ ولذلك أقول للناس ارفعوا معنوياتكم. كي تسمع 1000 شهيد ولا 2000 شهيد، تفكر بلي احنا الشعب الجزائري في يوم واحد مدينا 45,000 شهيد في سطيف قالمة خراطة. ماذا على الشعب الفلسطيني يكون معنوياته مرتفعة لأنه على الطريق الصحيح. ثم يقول لك الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشاهد راهو حي، الشاهد راهو حي. شكون اللي راهو ميت؟ المنافق اللي راهو ميت، المتخاذل، الساكت اللي قادر يعاون وما يعاونش، الذي يثبط، الذي يكذب، الذي يقول هؤلاء ليسوا مجاهدين، هذا اللي راهو ميت يبكي على روحه. أما الشهيد فهو حي. أنا اليوم الحمد لله أني فخور وأنا سعيد، وأنا أرى الشعب الجزائري خارج عن بكرة أبيه، النساء، الرجال، الشيوخ، الأطفال، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة. لذلك لازم نختمها. قل تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، الله أكبر. كي تشوف واحد كيما هذا خرج باش يقول لا لاستعمار فلسطين، أحمد ربي أن الأمة لا زالت بخير والأمة لا زالت حية والحمد لله.